يموت عشان خاطر علبة سجاير. أنت إذا أكرمت الكريم ملكته، وإذا أكرمت اللئيم تمرده. هو ده اللي حصل من أخ لأخته، من أخ بعد ما لمته من الشوارع بعد وفاة أبوه وأمه، ولمته عندها في البيت رغم إن هي مطلقة وبتصرف على عيالها، برضه ما سلمتش من إيديه وما سلمتش من أذاه، رغم ان هو كان ربنا ينتقم منه وحسبنا الله ونعم الوكيل فيه. كان بيضربها وكان بيهينها وتقول لك عشان خاطر عجل التربة، عشان خاطر امي. الحادثة اللي معانا حصلت في المحلة الكبرى في محافظة الغربية. اتخانق مع اخته عشان ايه؟ اتخانق مع اخته اللي لمته وقوته في بيتها عشان خاطر عايز ياخد فلوس يجيب علبة سجاير، ولما قالت له مش معايا ضربها بالكوريك على دماغها عشان خاطر امي، هي الوحيدة اللي فاتحة له بابها، ويضربها عشان يموتها عشان خاطر علبة سجاير. علبة سجاير ب 23 جنيه. ضربها بالكوريك على دماغها وسابها تواجه مصيرها، وسابها ونزل. وبعد شويه كلم واحده من الجيران وقال لها اطلعي شوفيها، اصل انا ضربت اختي بالقلم. ضربت اختك بالقلم؟ ده ضرب اخته بالكوريك على دماغها عشان خاطر علبه سجاير. فاهمين يعني ايه؟ فاهمين يعني ايه واحده تلم اخوها من الشوارع بعد وفاه ابوه وامه ومالوش حد، وتاخده في بيتها وتقويه وتكرمه مع عيالها، وفي الاخر يخلص عليها عشان خاطر علبة سجاير، عشان خاطر نطع قاعد في البيت مش عايز يشتغل، عشان خاطر واحد عال على اخته عايش على قفاها ومش عايز يعمل اي حاجة في حياته غير ان هو يبتزها عشان خاطر 23 جنيه. ليه؟ عملت في ايه؟ بيضربها، بيشتمها، كانت تغسل له هدومه وتأكله. علبة سجاير تخلص على اختك بيها؟ علبة سجاير؟ اختك عندك تساوي علبة سجاير؟ اختك اللي اكرمتك ولمتك تساوي علبة سجاير؟ حياتها تتحط في كفة قصاد علبة سجاير، وعلبة السجاير اللي تفوز وتخسر اختك؟ طب وولادها دول هيعملوا ايه؟ ولادها اللي كانت اعتبرتك زيهم وكانت قوياك في بيتها يعملوا ايه؟ ولادها اللي انت يتمتهم هيعملوا ايه في حياتهم لما خالهم خلص على امهم عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر علبة سجاير. تموت روح مسؤولة عن روحين، وهما الروحين دول مسؤولين عن أرواح تانية، والروحين دول مش هيعرفوا أصلا يعيشوا من غيرها. بنتها بتقول إن أمي كانت بتكرمه على طول وما كانتش سايباه، وكانت على طول شايفة كل طلباته، لدرجة إن هما لما راحوا يقبضوا عليه لقوا الغسيل بتاعه في الغسالة. النيابة لما راحت لقت هدومه في الغسالة هتغسلها له. غسله هدومه وهو ما تمرش في اي حاجه في الدنيا غير انه يخلص على اخته عشان خاطر علبه سجاير. علبه سجاير بقت هي اللي تساوي حياه بني ادم. ايه اللي بيحصل في الدنيا وايه اللي بيحصل حوالينا؟ خلاص بقى اي حاجه واسهل حاجه ان انت تخلص على اللي قدامك عشان خاطر ايه، وتلاقي في الاخر اسباب تافهه، تلاقي في الاخر اسباب ملهاش اي 30 لازمه. الواحد ما بقاش يستعجب لما ضربه تيجي من الغريب، لان القريب ما بقاش يرحم برضه في نفس الوقت. في يا جماعه احنا واصلين لغايه فين ورايحين لغايه فين؟ لا حول ولا قوه الا بالله.